صباح الفل يا باشا. اهلا وسهلا. عامل ايه الاخبار؟ نعم. ايه الاخبار؟ اهلا وسهلا، تحت امر سيادتك، اتفضل. ابا انا كنت عايز استفسر على شويه حاجات كده والله. تحت امر سيادتك يا فندم، ممكن في البدايه الشرف بالاسم؟ ها؟ تحت امر سيادتك، ممكن في البدايه الشرف بالاسم؟ ولا نعم. ولا استاذ ولاء. اه اهلا وسهلا استاذ ولاء. استاذ ولاء، استفسار سيادتك خاص بالرقم اللي حضرتك تتكلم منه؟ لسه جايبه جديد وفرحان بقى ومبسوط والعمليه هاي خالص. الف مبروك على الخط يا فندم. الله يبارك فيك يا باشا. انا والله جايب الخط ده مخصوص عشان بحبكم وبعزكم، بعز اتصالات داي. تحت امر سيادتك يا فندم. بقول لك يا باشا، اتفضل. دلوقتي انا جبت خط جديد. ها؟ الف مبروك على الخط مره ثانيه. تمام. وجبت عده جديده. تمام. قلت ليش مبروك على عدي. ها؟ الف مبروك يا استاذ ولاء. الله يبارك فيك، بس مش العده اللي بكلمك منها عشان عارف انكم عارفين هي. انا جبت عده جديده ان 73 ميوزك اديشن. تمام. تمام. ها؟ تمام يا فندم. عايز اركب فيها الخط دي. تمام. ها؟ وعايز اتكلم فيديو. تمام. مفيش اي مشكله يا فندم، مفيش اي مم. مانع. ده بالنسبه لمكالمه الفيديو يا استاذ ولاء هي ب 25 قرش حضرتك. اعمل ايه ده؟ طب انا دلوقتي جبت الخط ده اتصالات، اتكلم منه فيديو. وانا بوضح لسيادتك يا فندم، هو بالنسبه لمكالمه طب العده اللي انا جبتها هتنفع؟ طبعا يا فندم. هي عفوا التليفون اللي مع حضرتك ده هو الجيل الثالث. ما انا عارف انكم عارفين كل حاجه دي، مش ان 73. حضرتك تقصدها يا فندم، هي 73. هي الثالث بالفعل يا فندم. تمام كده. وتقدر حضرتك من خلال تجري مكالمه مرئيه عادي جدا. وطبعا ده ايضا لازم حضرتك تكون تحت يعني تحت شعار الشبكه عند سيادتك مكتوب كلمه. جيب ليش فيديو ده، وانا جايب العده مخصوص عشان اتكلم فيديو. انا عايز اول ما ادوس يطلب لي فيديو. حضرتك تحط الشريحه في التليفون يا فندم، هتيجي لسيادتك الكلمه دي. تجي لي ايه مكالمه فيديو؟ كلمه فيديو بالظبط كده يا استاذ. طب دلوقتي انا مثلا لو دوست عليها هيجي لي على طول؟ ان شاء الله يا فندم. طب هشوفه؟ ان شاء الله. هيشوفني؟ ان شاء الله يا فندم. هنشوفه بعض. انا وضحت لحضرتك يا فندم انه ينفع. طب دلوقتي في جنيه فيه لو سافرت جنيه، يعني انا مش هفضل طول عمري في مصر عشان اتكلم فيديو، لازم اسافر بلدني. تمام. جنيه فيه؟ وضح لسيادتك حالا. جنيه فيه؟ الو. لحظه يا فندم، هوضح لحضرتك حالا اذا كان جنيه فيه؟ فيها ولا انت ريح بقى قدر كان معدي يمينها خالص. الكروت يا مان يا شيخ. كروت يا فندم؟ الكروت. مالها الكروت؟ الكروت الشاحن. مالها يا فندم؟ كام الاسعار عشان انا بشتريها بسعر وانتوا بتقولوا عليها بسعر تاني. هو حضرتك يا فندم دلوقتي سعر الكارت مثلا على سبيل المثال الكارت ب 10 بيتباع ب 10 جنيه وبيدي لحضرتك رصيد 10 جنيه. ها؟ بيتباع الكارت ب 10 جنيه وبيدي لحضرتك يا فندم رصيد 10 جنيه. لا ما مش كده. امال ايه يا فندم اللي كده عند حضرتك؟ دقيقة. انا النهارده مشتري واحد بس. ايوه. هو ب10 يعني. تمام. بس باعه لي ب 13. لا هو ده فعلا طبعا مش ذنبنا احنا، الذنب اللي حضرتك اشتريت منه. ده يرجع لحضرتك يا فندم. المفروض حضرتك كنتش اشتريت منه. اديله كتلة نظيفة؟ نعم يا فندم؟ اديله كتلة نظيفة؟ اديله يا فندم؟ كتلة نظيفة. ايه ده يا فندم؟ يعني مثلا اتخانق معاه؟ لا ما تتخانقش معايا يا فندم ولا حاجه، بس ما تشتريش منه على الاقل يعني. اصل ممكن 5 6 كتلة نظيفة وخلص مفيش مشاكل واخد الكارت ببلاش.